النهارده سعر الذهب نزل نزول رهيب بعد ما وصل ل 5600 دولار للأونصة. خسر تقريبا 500 دولار من قيمته ووصل ل 5050 او 5100 دولار للأونصة الواحده. خساره ال 500 دولار دول في الأونصة طبعا انعكس على السوق المصري. سعر جرام الذهب بعد ما كان وصل ل 7500 جنيه ده عيار 21 نزل وبقى تقريبا 6800 جنيه. طب ايه اللي خلى سعر الذهب ينزل النزول الرهيب ده وهو خلاص كده سعر الذهب هيفضل هنا مش هيطلع مره ثانيه؟ يعني لو انت كنت اشتريت بسعر غالي او حتى لو انت اشتريت بسعر قليل بس ما لحقتش تبيع في المكان العالي ده، هل مفيش امل ان يطلع تاني للمكان ده؟ انا ياسين وده اللي هقوله لك في الفيديو دلوقتي. في قاعده نفسيه مشهوره قوي اسمها الفومو او الفير اوف ميسنج اوت. الفير اوف ميسنج اوت هي الخوف من فقدان شيء معين او الخوف من ضياع الفرصه. يعني تخيل كده انت معاك شويه فلوس والناس كلها عماله تشتري ذهب وبتكسب فيه، بتشتري ذهب وبتكسب فيه. ممكن انت من جواك تحس ان انت بتضيع على نفسك فرصه. الناس كلها بتشتري في حاجه معينه وانت خايف الفرصه دي تضيع عليك. فممكن بدافع الفومو ده او الفير اوف ميسنج اوت، الخوف من ضياع الفرصه، تروح وتشتري حاجه عشان الناس بس كلها بتشتريها، عشان خايف لا الفرصه تضيع من ايدك. والفومو ده العلماء بيعتبروه تقريبا العدو الاول للاستثمار الذكي، لانك لما بتشتري في حاجه زي كده مش بيكون مبني على تحليل. لما تلاقي الناس كلها بتروح تشتري سهم في البورصه، لما تلاقي الناس كلها بتروح تشتري ذهب، لما تلاقي الناس كلها بتجري على حاجه ترند زي العملات الرقميه في وقت من الاوقات، كل الناس بتروح تشتري مثلا بيتكوين ولا حاجه زي كده. هي غير قانونيه في مصر بالمناسبه البيتكوين، بس انا قلت اذكره كمثال. فشراء حاجه كده بدافع الخوف من ضياع الفرصه هو مش بيكون مبني على اي تحليل، فبالتالي ما تتوقعش استثمارك يكون ناجح وانت داخل بس بناء على الحاله دي. لو ملاحظ الجروبس بتاعه الفيسبوك او اللي بتتابع فيها اي اخبار مثلا عن سعر الذهب، هتلاقي الناس كلها بتجري وبتحاول تشتري الذهب بدافع الخوف ده. هتلاقي حتى نوعيه البوستات بتاعه الناس بتقول لك يا ده اللي ملحقش يشتري فاته كتير او حاجات زي كده، فبتحسس الناس ان في حاجه فايتاهم. فعشان كده اللي حصل في سعر الذهب العالمي ده حاجه طبيعيه جدا. طبيعي بعد ما الناس كلها تشتري حاجه معينه ما يبقاش فيه مشترين، ولما ما بيبقاش فيه مشترين من سلعه معينه اكيد سعرها بينزل، لان الذهب زيه زي اي حاجه معرض لقانون العرض والطلب. بيكون في معروض منه وبيكون في طلب عليه، فلما الطلب بيزيد عن العرض سعر الذهب بيزيد. اما لو كان المعروض كبير جدا والطلب قليل فاكيد سعره هينزل. في برضه مستثمرين شطار بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لك انك لما تلاقي الناس كلها بتجري على سلعه معينه عشان تشتريها او على سهم معين عشان تشتريه، انت بيعه. لان معنى ان الحاجه دي ترند وكل الناس بتشتريها يبقى كده الناس عارفه قيمتها، الناس مقدره قيمتها، وممكن مقدره قيمتها اعلى من قيمتها الحقيقيه. فانت ما تشتريش حاجه وقيمتها اعلى من قيمتها الحقيقيه، لا انت تبيعها وبعدين تستنى بقى سعرها ينزل، او اصلا تحط فلوسك دي في حاجه تانية ممكن تكون الناس مش شايفاها او لسه مش مقدره قيمتها صح، بحيث ان انت تكون اشتريتها بسعر رخيص فلما تطلع معاك بقى تبدا انت تعمل مكاسب. طيب عايزين بقى نفهم الموضوع ده بينعكس على سعر الذهب ازاي. زي ما قلنا الناس كلها تقريبا كانت بتشتري ذهب في الفتره الاخيره، مش بس في مصر، ده كمان على مستوى العالم، بنفس الخوف او بنفس الدافع اللي هو الخوف من ضياع الفرصه. لكن طبعا مش ده السبب الوحيد اللي مخلي سعر الذهب يغلى. سعر الذهب بيغلى لاسباب تانية مهمه جدا، والاسباب دي على فكره لسه ما انتهتش. فعشان كده ده بيرجح ان سعر الذهب على المدى الطويل ما زال لسه محتفظ بالترند الصاعد بتاعه. حتى لو نزل شويه ممكن نعتبر ده نزول تصحيحي، والنزول التصحيحي ده ان سعر الذهب او سعر اي حاجه في الدنيا مش بيطلع في خط مستقيم كده، لا هو ممكن يطلع وبعدين ينزل شويه، يطلع تاني، ينزل شويه، يطلع تاني، ينزل شويه، وهكذا. فسعر اي حاجه في الدنيا بيبقى ماشي في شكل زجزاج كده. ممكن تبقى القناه كلها طالعه لكن بيكون ماشي بيتحرك في شكل سلم كده او شكل زجزاج. فطبيعي جدا بعد صعود الذهب من اول السنه تقريبا من 4000 دولار للأونصة لحد 5500 ان هو ينزل ويعمل تصحيح ب 500 دولار. بس الاسباب اللي مخليه يطلع الطلوع ده ما زالت موجوده، زي اول حاجه طبعا واهم حاجه ترامب اللي عمال يخبط في العالم كله ده، والتوترات الجيوسياسيه اللي بتحصل. اكيد دي سبب من اسباب ان الذهب يفضل طالع على المدى الطويل. انا مش عارف ايه الراجل ده، شويه فنزويلا، شويه ايران، شويه جرينلاند مع اوروبا، مش فاهم ماله. بس طول ما الراجل ده كده غالبا سعر الذهب على المدى الطويل هيفضل صاعد. تاني حاجه بقى البنك الفيدرالي. ترامب عمال يتخانق مع الراجل ده اللي هو جيروم باول على حاجه بيتحكم فيها البنك الفيدرالي كده في الاقتصاد العالمي كله، اسمها نسبه الفايده. نسبه الفايده دي لما بتعلى الناس كلها بتروح تاخد فلوسها وبتحولها للدولار وبتحطها في البنوك. فلما بيعملوا العمليه دي سعر الذهب ومعظم الاصول الثانيه بينزل، لان الناس كلها خلاص بتحط الدولارات بتاعتها في البنوك. العكس برضه بيحصل، لما نسبه الفايده بتنزل الناس كلها بتاخد فلوسها من البنوك وبتروح تشتري الاصول الثانيه دي، فسعر الاصول الثانيه دي بيرتفع مقارنه بالدولار.
والكلام هنا مش على الدولار بس، لا على كل العملات التانية، لان معظم البنوك المركزيه في العالم بتتبع سياسات الفيدرالي الامريكي. فترامب والراجل ده عمالين يتخانقوا كده مع بعض على موضوع نسبه الفايده ده. وغالبا محافظ البنك الفيدرالي الجديد اللي هيتعين بعد كام شهر كده ممكن يكون شخص تبع اداره ترامب. فلما يكون شخص تبع اداره ترامب غالبا سياساته مش هتكون كده منه لنفسه او من البيانات والتحليلات اللي قدامه، احتمال كبير يكون بياخد اوامر من اداره ترامب مباشره، فده بيأثر على استقلاليه الفيدرالي، وده ممكن يخلي القرار دايما مش من دماغهم. فلما القرار يكون مش من دماغهم غالبا هينزلوا الفايده مره واحده، وساعتها سعر الذهب هينفجر. كل ده كوم بقى وعدم ثقة العالم كله في النظام المالي الحالي، طبعا برئاسة الدولار. الناس كلها ما بقتش تثق في الدولار زي الأول، فعدم ثقة الناس في الدولار بينعكس عليه على طول شراء بنوك مركزية في العالم كميات ضخمة من الذهب. ومش بيشتروا بقى جرام ولا 2 ولا كيلو ولا 2، لا بيشتروا أطنان من الذهب. كل شهر تقريبا البنوك المركزية بتعلن إنها ضافت أطنان جديدة من الذهب في الخزائن بتاعتها، خصوصا بنك الصين اللي بيعلن عن كميات غريبة كده كل شهر. فطبعا كل الحاجات دي بتخلي الذهب على المدى الطويل ما زال محافظ جدا على الاستقرار بتاعه وعلى الترند القوي الصاعد بتاعه. طب انا اعمل ايه بقى؟ يعني انا اشتري ذهب ولا ما اشتريش ذهب؟ الفكرة ان انت تشتري ذهب، بس على قد ما تقدر تحاول تشتري ذهب وهو في المراحل الهبوطية بتاعته. طب دي تعرفها منين؟ زي الوقت الحالي اللي احنا فيه، لما الذهب يعمل نزول قوي كده ده يعتبر مرحله هبوطيه هي فيها. بس لما تلاقي الذهب عمال يعمل مكاسب سريعه كده كل اسبوع 1000 جنيه 2000 جنيه، لا انت توقف كده وحاول ان انت ما تشتريش في الاوقات دي، لان غالبا بيجي بعدها هبده قويه في سعر الذهب. ساعتها بقى انت المفروض تشتري فيها لما يكون الناس كلها خايفه تشتري، لما يكون في ناس شايفه انها اشترت وخسرت وعايزه تبيع وخلاص، ساعتها ده الوقت المناسب للشراء. او عشان تبقى في المضمون، ودي احسن حاجه، لو هتشتري ذهب حاول تشتريه على كميات او على فترات. يعني لو معاك مبلغ معين عايز تشتري بيه ذهب، ما تشتريش بيه كله مره واحده النهارده، لا اشتري شويه الشهر ده، شويه الشهر الجاي، شويه الشهر اللي بعده، بحيث انك تاخد متوسطات سعريه ما بين كل شهر انت اشتريت فيه، فتبقى ضامن على الاقل ان انت تشتري في المتوسط، ما تشتريش بسعر غالي قوي وبرده مش هتشتري بسعر رخيص قوي، انت وحظك. فانت بتضمن المساله دي انك بتشتري بسعر متوسط، وده على المدى الطويل طبعا بيضمن لك انك بتبقى كسبان، لان سعر الذهب تاريخيا ما بينزلش تقريبا، هو دايما في صعود، احتمال ينزل طبعا فترات لكن بيرجع يرتد تاني ويوصل لقمم ما وصلهاش قبل كده. في حاجه اخيره بس عايز اقولها بالنسبه للسوق المصري. السوق المصري فيه نوع من التلاعب بيحصل كده، خصوصا لما بيحصل قفزات سعريه، سواء القفزه دي لفوق او لتحت، وهي ان سعر المصنعيه بتاعته بيكبر جدا. بتلاقي الفرق ما بين البيع والشراء كبير، اللي بنسميه السبريد بيوسع قوي ما بين البيع والشراء. يعني مثلا بعد ما الهبده اللي حصلت دي ال 500 دولار للاوقيه، ممكن يكون جرام الذهب بيبقى سعره المفروض 6800 جنيه، بس تلاقيهم صاغه بقى بيسعروا الدولار بتاعهم بيبقى اكتر من قيمه الدولار. يعني الدولار دلوقتي قصاد الجنيه ب 46 جنيه، لكن هم ممكن يسعروا الدولار ب 49 جنيه او ب 50 جنيه، فده طبعا بيأثر على سعر الذهب. في النهايه بتلاقي ان الذهب غالي جدا، اغلى بكتير من الشاشه العالميه. فانت ركز قوي في الحاجات دي، عشان فعلا بيستغلوا القفزات السعريه دي وبيبداوا يتلاعبوا في السعر. يعني انت بتبقى شايف ان سعر الذهب امبارح كان ب 7500 جنيه، تيجي النهارده تسال عليه ممكن يقول لك هو ب 7100، فانت تحس ان هو رخص، لكن هو فعلا رخص اكتر من كده بكتير. هو دلوقتي ب 6800 جنيه، او ده السعر اللي المفروض يبقى فيه، او اقل كمان من كده. فعشان كده ركز جدا في حته الدولار، هم مسعرينه بكام، وهل هو قريب من الدولار الحقيقي ولا لا. وما تنساش تشترك في القناه عشان يجي لك اي جديد وتنضم لمجتمعنا. هتلاقي لينك الواتساب بتاعنا في البايو.